يعني لما تقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم على قومك أخبار الأنبياء لا تنسى ذكر موسى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكان يقرأ الآيات ويعرف قدر موسى. مضى واحد من الصحابة يوما إلى سوق المدينة، وكان سوق المدينة كما تعلمون يجتمع فيه العرب المسلمون ويجتمع غير المسلمين ويجتمع اليهود. أقبل هذا الصحابي ليشتري بضاعة من أحد اليهود، فالصحابي يقول لليهودي بعني بكذا، فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر، يحلف لا والذي فضل موسى على البشر. فهذا المسلم قال كيف تقول فضل موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا ولطمه؟ لا أسمع منك مرة ثانية تقول إن في واحد أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام هذا اليهودي ليشتكي. يذهب إلى من يشتكي؟ يذهب إلى موسى، وهو موسى عليه السلام مضى إلى ربه. يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الرجل لطم لأنه لم يتأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب يشتكي إليه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ومع ذلك ذهب اليهودي لأنه يعلم إن تعامل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يتعامل مع رجل عادل في حكمه، عادل. فأقبل حتى دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه هالرجل. لما علم أنه سيشتكيه مضى معه، فقال هذا اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا جاء ليشتري مني فقلت لا والذي فضل موسى على البشر فلطمني. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وأخذ له حقه، ثم قال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. يصعقون يعني النفخة الأولى التي يموت فيها من كان حيا من البشر، فهي نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كل من كان حيا يموت بالنفخة الأولى، نفخة الصعق. ومن كان ميتا في قبره لا يعلم عن هذه النفخة لأنه ميت من زمان خلاص. قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين 40 ينزل الله تعالى مطرا تنبت منه أجساد العباد. النفخة الثانية لما ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. النفخة الثانية يبدأ الناس يقومون، يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق. لكنه إذا أفاق وقد نزل ربنا جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق. فأول شيء سينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عرش ربه جل وعلا. يقول وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش باطشا بقائمة العرش، يقول فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحديث متفق عليه. صعقة الطور لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما ترك قومه وذهب ليأخذ التوراة. موسى لما كلمه الله شعر بالقرب الشديد، ثم طلب أن ينظر إلى الله. يا ربي ما دام كلمتني ائذن لي إني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. لكن الله يعلم أنك يا موسى بتكوينك العادي الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لا يمكن تتحمل النظر إلى ربك. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل لما خرج من الغار في أول ما أوحي إليه ورأى جبريل جالسا بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق فارشا أجنحته قد سد الأفق، صعق عليه الصلاة والسلام،
صعق من النظر إلى جبريل، فما بالك لو نظر إلى ربنا جل في علاه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أذن الله تعالى للجبل أن ينظر إليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل هالحجارة الصماء تفتتت. موسى لما رأى الجبل العظيم فجأة أصبح اهتز وأصبح دكا وخر موسى صعيقا. هذا من رؤيته لجبل، فما بالك لو نظر إلى الله تعالى. فلما أفاق قال سبحانك، يعني ما كان ينبغي أني أطلب هالطلب، سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المسلمين. قال إني اصطفيتك على الناس، أنا اخترتك يا موسى برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة إلى آخر الآيات. فموسى عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أحاديث كثيرة ويذكر به أصحابه، بل كان يضرب المثل به بالصبر. لما أقبل رجل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين بعض أصحابه، فجاء رجل وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما أريد بها وجه الله، إذن أريد بها وجه من؟ وهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صهره وابن عمه أم وزعها على ناس أغراب فقط لزيادة إيمانهم وتقريبهم إلى الخير؟ وتتهم نيته عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتهم نيتي؟ كيف تتهم أمانتي؟ فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أقرأ عليكم الآيات التي تنزل ولا تتهموني فيها وتتهمني في ذهب أوزعه. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال وقد استعرض الأنبياء أمامه فاختار موسى. قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. شوف كيف يذكره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر صحيفة من التوراة، عمر قابل واحدا من اليهود في المدينة، وكان بعض اليهود طلبة علم، ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم أو لما أراد أن يسلم كما عند البخاري جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل المدينة أصلا، جاء وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. يعني إذا أجبتني على الثلاثة أسئلة معناه أنك نبي. إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. فقال عليه الصلاة والسلام سل. قال ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وبما ينسب الولد يعني الشبه في البطن إلى أمه أو إلى أبيه. أعطني إجابة الثلاث. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا الجواب الثالث وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أخذت الشبه، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذن هم كان عندهم علم أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم لا يزال التوراة موجودة لكنها محرفة، لكن لا يزال بعض النصوص في التوراة لا تزال صحيحة. ترى إلى اليوم الإنجيل اللي موجود أو الأناجيل اللي موجودة الأربعة هذه اللي موجودة اليوم صحيح أن أكثرها محرف، لكن لا يزال فيها بعض الآيات لا تزال نقلت نقلا صحيحا، وهي التي إذا تناظر اليوم بعض علماء الإسلام مع القساوسة يحتجون عليهم بهذه النصوص من الإنجيل، فيقول اقرأ الإصحاح رقم كذا في السفر الذي اسمه كذا وانظر ماذا قال من شهادة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى عنهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا
عندهم أين؟ في التوراة والإنجيل. معناه أن حتى التوراة والإنجيل اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها محرفة إلا أنه لا يزال فيها بعض البقايا التي لا تزال صحيحة. فعمر أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة من التوراة، أعجبه الكلام الذي قرأه عليه الرجل وقال أعطني هذه الصحيفة، وكتبها وجاء فيها حكم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن لا يزال ينزل، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وأذن، اليوم عمر جاء بصحيفة من التوراة، بكرة صحابي جاء بصحيفة من الإنجيل، بعده ثم صار في صندوق واحد مجموعة صحف ألواح، بعضها فيه توراة وبعضها فيه إنجيل وبعضها فيه قرآن، ثم يلتبس الأمر على الصحابة، ما يدري هذه صحيفة قرآن ولا توراة. فأراد صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الموضوع. ولذلك حتى في أوائل الإسلام نهى عن كتابة حتى حديثه، وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. ليش؟ خشي أن تختلط الصحف، كاتب أحاديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه من كذا والحديث، ثم يضعها في مكان واحد مع الآيات ويلتبس بعضها ببعض، يصبح القارئ ما يدري هي هذه آية ولا حديث. قال لا تكتبوا إلا قرآن. فلما رأى صلى الله عليه وسلم مع عمر هذه الصحيفة غضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتم شاكين في القرآن الذي جئت به فرحت تبحث عن غيره؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكان ارتباط الناس بموسى